بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم هاد الكريات اللي راح نحضرهم بالذوق تاع الليمون ونديروهم بالفلون، يجوا بزاف بنان ووصفة اقتصادية وسهلة في التحضير. قبل ما نبدا وصفتنا، اذا كنتوا اول مرة تزوروا قناتي مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس دائما يوصلكم الجديد. يلا نبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا. عندي 125 غرام تاع مارغرين تكون طرية، مبشور نصف حبة ليمون، و50 غرام من الفلون بالذوق تاع الليمون. استعملت هذيك العلبة الصغيرة تاع نوارة. واذا ما توفرش عندكم الفلون هذا تاع الليم ديروا بالذوق تاع لافاني، لكن تاع الليمون يمدلكم واحد البنه بزاف شابه، بما انه الحلوى المكون الاساسي تاعها هو الليمون. زدت عليها حبه تاع البيض تكون بدرجه حراره المطبخ، نخلطوا مليح بالفوي حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي. كما تقدروا تحركوها بالباتر حتى تسرعوا العمليه. وفي هذه الحلوى ما راحش نديروا السكر، يعني راح نكتفي فقط بالسكر اللي كاين في الفلون، هكا باه ما تجيناش حلوه بزاف. هنا راح نبدا ندير في الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على قوام عجينه يكون طري مع ملعقه صغيره من خميره الحلويات. المقادير اللي شاركت معكم تحصلت على 25 حبة حلوى. إذا بغيتوا كمية أكثر ضاعفوا المقادير، ودايما كالعادة تلقاوهم مكتوبين أسفل في صندوق الوصف. وهذا هو قوام العجينة اللي نتحصلوا عليه، تكون طرية. نغطي العجينة حتى ما تنشفش، ومن بعد نشكلها كريات صغيرة بوزن 25 غرام، لأنه راح يزيد يضاعف الحجم تاعها كي ندخلوها الطيب. ودخلتها الطيب على درجة حرارة متوسطة، نشعل عليها من تحت كي نشوفها طابت نطفي ونشعل عليها من الفوق حتى تكمل الطياب وتكتسب هذا اللون الذهبي. هذا هو شكل الحلوى بعد ما خرجوها، راح تتشقق شوية لكن عادي. من بعد نخليها تبرد مليح نص ساعة ولا 40 دقيقة. في هذه المرحلة لازم الحلوى تاعكم تكون باردة مليح حتى كي تجيو تسكروها ما تتعجنش معكم، يعني ما تسكروهاش وهي سخونة. هنا عندي العصير تاع الليمون، عصير حبة ليمون كبيرة، ونستحقوا كذلك السكر الناعم. بعد نغطيهم كامل بالسكر جلاس ونخليهم حوالي 2 دقائق حتى يتسكروا مليح. كما تقدروا بعد ما تغطسوهم في العصير تاع الليمون تخلوهم في الصفايه حتى يقطروا مليح، ومن بعد تسكروهم هكا ما راح يفدوا لكم كميه كبيره تاع سكر. هنايا راح نبدا ننزعلهم في هذاك الزائد من الفوق، وباه يعطيكم شكل يكون متحوف وبزاف شباب. في الاخير ديروا لهم رشه تاع سكر جلاس بالصفايه هكا حتى الشكل تاعهم يجيكم متحوف. نكمل بنفس الطريقه كل الكميه اللي عندي. من الأحسن ديروهم في سنيوة وترشوا عليهم السكر جلاس باه يجيكم كامل كيف كيف ويتغطوا هذوك الأطراف. انا بغيت نوريكم القوام تاع الحلوى اللي وجدناها مع بعض. شوفوا كيفاش تجيكم طريه وتجي بزاف بنينه ومنعشه. اللي يبغوا الحلويات بالذوق تاع الليمون غير جربوا هذه الوصفه، اكيد راح تعجبكم بزاف. ما بقى لي غير نخليكم تلاقاو في فيديو جديد باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.